السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم الى الله اقرب. ايه اللي انا بعمله ده قشطه بشيلها من على وش اللبن اللي انا عملته رايب. ده كيلو لبن إيه، كان لسه جاي من عند يعني لسه جاي دافي، وحطيته في البوله دي وحطيته في فرن البوتاجاز وسبته لتاني يوم وعمل لي اللبن رايب ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ودي القشطه اللي انا بطلعها منه. دي الطريقة التانية اللي احنا هنشوفها مع بعض دي اللي هي في الحلة دي. دوت 5 كيلو لبن زي ما انتوا شايفين كده. بشيل برضك قشطته وهنوزنها مع بعض وهنشوف عملت قد ايه قشطة. طبعا احنا قبل ما هنبدأ اي فيديو هنصلي على افضل خير خلق الله. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ده لبن كان متلج، سبته لما فك شوية كده، وبعد كده لسه فيه قطع تلج. هبدأ اللي انا ارفعها على نار هادية، وهبدأ اقلبها كويس جدا. ايدك ما تسيبهاش، يعني قلبها حلو جدا، ومن وقت للتاني ارجعي لها طول ما هي على نار هاديه، ما تخافيش. هتحطيها على نار هاديه وتبداي تقلبيها لغايه ما تفك، ويبقى اللبن ده عامل زي دمعه العين، يعني صباعك يقدر يتحط فيها ما تتلسعيش. دافي. اول ما يكون دافي كده، وانا اثناء ما انا بدفيه بكون مسخنه الفرن وقافلاه. خلاص الفرن سخن كده، اللبن بعد ما راب، اول ما الفرن سخن بطفيه، وعما اللبن بيدفى زي دمعة العين زي ما انتوا شايفين كده. ده اللبن بعد ما راب يا جماعة، بعد يوم كامل كده اللبن متماسك رايب زي ما انتوا شايفين. ده بعد يوم كامل. اول ما بيبقى دافي زي دمعة العين بطفي عليه وبغطيه بغطا الحلة، وما بحطش عليه اي حاجة، وباخده في فرن البوتاجاز اللي انا شايله الرف الاوسط، وبحطه في الارضية، وبحط ايدي قبل ما احط الحلة على الارضية. لو ايدي اتلسعت، يعني ايه؟ يعني حسيت اللي طلع صهد على ايدي، لا يبقى الفرن لسه سخن، استنى لما يهدى. يعني مقصود كلامي اللي يكون الفرن دافي. ده كيلو لبن معمول زي ما قلت لكم في بداية الفيديو. أول ما جه اللبن طازة عملته على طول. ودي القشطة بعد تاني يوم وطلعها طرية وسهلة، يعني القشطة طرية كده وبتتلمي معايا. اما اللبن اللي معايا اللي انا هعمل منه جبنه ده، انا خلاص هو باب كده، سبته يومين في التلاجة، والمفروض ان انا بحطه من 5 ل6 ساعات، اقصى حاجة يوم كامل ببيته في التلاجة. وابدا اشتغل فيه عشان يبقى اللبن يعني ما اغيبوش بقى في التلاجة، ابدا اشتغل فيه. انا دلوقتي بشيل القشطة هتحسي معايا اللي هي متماسكة مش طرية، لان القشطة جمدت يعني مسكت نفسها قوي. وزي ما انتوا شايفين كده، انا قلت لكم حطيته في التلاجة يومين، مش عشان اللي انا اخلي اللبن الرايب يجمد، لا هو كان اصلا ما شاء الله جامد وسهل الشغل بيه، بس انا تعبت يومين فاضطريت اللي انا يعني اجل تصويره واللي انا ما قدرتش اعمل فيه. لميت قشطه من 5 كيلو لبن زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، حوالي 530 جرام، وساعات بيطلع 500 اهو معايا 34 جرام. يبقى عملت قشطة 531 وكان 34 وخدنا حتة كده يعني. ساعات كمان بتطلع ال5 كيلو قشطة أكتر من كده حسب نوع اللبن أو حسب يعني ما شاء الله سمونية اللبن. هنا اللبن بعد ما ضاب زي ما انتوا شايفين كده وشلت القشطة، ببدأ أجيب أي بقى حاجة هتبدأي تعملي اللبن يعني جبنة فيها. هتحطي شاشة نظيفة أو شرب أبيض نظيف، حاجة نظيفة تكوني ما استخدمتهاش، وأهم حاجة ما يكونش فيها أي روايح، وتبدأي تحطي اللبن تنزلي بيه كده. بتجيبي معلقة ملح، وبتجيبي كمان معلقة زعتر. هنا معلقة ملح اللي حاجة بسيطة يعني. وهبدأ أحط كمان معلقة زي ما انتوا شايفين كده، معلقة إلا ربع زعتر محوج سوري، زعتر محوج سوري، عشان أنكه الجبنة تبقى الجبنة القريش بنكهة كده. وهبدأ أقلبهم كويس جدا، وهبدأ اللي أنا أقفل الشاش عليهم. مفيش أي حاجة بعملها هنا، بقفل الشاش بس عليهم. ده ببدأ أقفل الشاش عليهم، وبعد كده هبدأ اللي أنا هسيبها بقى تصفي المية بتاعتها. للي أول مرة يشوفني، أنا إيمان زهران ودي قناتي، أتمنى الانضمام ليها وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وأكيد سمعتوا صوت إيمان بتقول لكم اعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين.
هبدأ هنا أقفل الشاشة، وهبدأ اللي أنا أسيبها بقى، أحط عليها تقل، وهبدأ اللي أنا أنزل المية، أسيبها تنزل المية بتاعتها. يعني هعملها بالليل وأسيبها لتاني يوم الصبح. هنا بقول لكم المية لسه نزلت بسيطة كده، وهبدأ اللي أنا أحط عليها تقل بقى، وهرفعها على العلبة من تحت عشان تنزل المية بتاعتها. هرفعها على علبة من تحت وهسيبها تنزل المية بتاعتها. طبعا انا كنت عاملاها بحجم القالب ده كله، ورجعت قلت هيبقى السمك بتاعها رقيق، انا عايزاه سمك عالي زي الجبن اللي بتتباع بره. فهعمل ايه؟ هبدأ اللي انا الم الجبنة دي كلها في جنب واحد، يعني اخليها في نص القالب كده، وهاجي احط في النص التاني علبة زي ما انتوا شايفين كده، العلبة الخضراء دي في النص الفاضي، وهبدأ اضغطها من فوق بردك بجبنة. وطبعا لما اتضغطت في الاول هي بتنزل ميتها وبتقل، فببدأ احط حجم يعني علبة على حجم الجبنة اللي انا هستخدمها. وهنا ببدأ اقطع الجبنة زي ما انتوا شايفين كده. انا ما حطيتهاش في التلاجة، الجبنة دي ما اتحطتش في التلاجة خالص، يعني قطعتها وهي لسه بره، ما حطيتش اي حاجة في التلاجة. وهنبدأ نوزنها مع بعض. هنوزنها زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ نشوف هتطلع قد ايه. ما شاء الله. ال5 كيلو جبنة هيطلعوا معايا حوالي كيلو 200 جرام، وهيطلعوا معايا نص كيلو و34 أو 35 جرام قشطة. هنا بقول لكم الأول 649 جرام، والتانية عاملة، وهنا بوزن لكم الطبق الفاضي، يعني ده بيجي بس 5 جرام في الأول، وأنا وزنت بعد ما صفرت الميزان. والطبق التاني 585 جرام. طعمها حلو جدا. دي القشطة اللي طلعت نص كيلو و30 جرام. طبعا أنا لما بعمل الجبنة بيطلع ما شاء الله كمان قشطة بتطلع كمية أكتر من كده. ده بيرجع طبعا لنوع اللبن اللي انت مستخدماه. ما بيكون دسم بيديكي ما شاء الله قشطة يعني ما شاء الله وفيرة. نبدأ بقى نحطه في علبة، ونحط الشبش بتاعه. ونبدأ بقى يعني نحتفظ بيها في التلاجة. بتحتفظي بيها في التلاجة ازاي؟ الشبش اللي بيطلع منها باخده اغليه على النار، وبزوده حبة ملح كمان، وببدأ اللي انا اسيبه يبرد، وهبدأ احطه في العلبة على الجبنة. هنا الجبنة زي ما قلت لكم شايفينها كريمية. طبعا اللون اللي فيها ده اللون اللي تحسي حاجة مخرزة او كده، ده زعتر، او يعني حاطط كذا لون اخضر كده من بعيد، تحس ده لون الزعتر المحوج السوري، مش تحسها بيضة يعني نقية، لان ده الزعتر المحوج السوري بيديها طعم حلو قوي يا جماعة للجبنة، بيخلي طعم الجبنة القريش متحولة لطعم تاني قوي. طبعا انا خدت بقى كام قطعة كده فتفتهم كده في علبة، وحطيت عليهم كمان معلقة زيت زيتون، او معلقة اي زيت عندك بقى نباتي حلو. وممكن كمان تحطي رشة زعتر من فوق. انا نسيت، اكتفيت بالزعتر اللي في الجبنة. ودي القشطة بعد ما فكت، يعني بعد ما اتسابت بابا التلاجة، كانت الاول في التلاجة فكانت متماسكة، دي كريمية تماما. دي بقى هنسيحها ان شاء الله ونعملها سمنة مع بقية القشطة اللي بنحتفظ بيها. اللبن قصدي الشبش اللي طالع اللي انا بحطه على الجبنة ده، هنعمل بيه ايه؟ طبعا مفيش حاجة هتتفهم خالص من الموضوع ده. هناخد الشبش ده ان شاء الله نعمل بيه قرص للسحور جميلة بإذن